انا شفته خلال شهر فات في الكره المصريه هو دوري يتمتع بجوده فرديه عاليه، يعني في افراد او لعيبه بيلعبوا بشكل فردي كويس جدا، ولكن يدخلون الى الفهم التكتيكي، وهو ده اللي احنا بقى ايه محتاجين نسلط عليه الضوء، وهو ده اللي هو جاي اصلا يعمله. الناس ديت عندها نقص في الفهم والتفكير التكتيكي الصحيح، والذي آمل أن أتمكن من المساعدة فيه وأتخذ الخطوة التالية إلى الأمام في التطوير. هنا الراجل متواضع جدا، راجل مش قال أنا جاي أقلب الدنيا وأطور وأنا يعني راجل ما حصلتش ومدرب ما حصلتش، ولكن بيقول إنه ما ينقص اللعيبة المصرية هو الفهم التكتيكي وأدوارهم التكتيكية في الملعب، وكيفية تحركاتهم، وكيفية فهم مراكزهم التكتيكية وهكذا. هنا برضو الكرة المصرية المفروض تتعلم من كلام الراجل دوت، وتبص على ان بيقول انه الدوري ما هوش وحش، وهو في افراد كتير بتلعب بشكل فردي كويس جدا، ولكن بينقصهم الخبرة التكتيكية والمرونة التكتيكية، واللي هم يكونوا واقفين في الملعب صح هم مش عارفين يعملوا دوت، عندهم نقص في الحتة ديت، فبالتالي احنا عندنا مشكلة في الكرة المصرية عشان النقطة دي. ومهم الناس اللي باصين على تطوير الكره المصريه يبصوا على كلام الراجل دوت. الراجل بيقول بمنتهى التواضع انا جاي اغير شيء من التفكير دوت، وجاي اطور اللعيبه لتفكير افضل والفهم افضل مراكزهم التكتيكيه.